فاكرين الفراخ المشوية اللي عملتها معاكم من كام فيديو دي؟ كان طعمها تحفة جدا والتتبيلة أكتر من رائعة. ولادي وجوزي اتجننوا عليها وقالوا لي يا ماما احنا عايزين تعمليها تاني. قلت لا بقى، أنا هعمل النهاردة فراخ مشوية بس مش بنفس التتبيلة. هغير لكم التتبيلة وهخليكم برضو تتجننوا عليها. وبرضو هنشويها من غير شواية ومش هنتبلها بزبادي ولا بلبن ولا بأي حاجة كده مكلفة ولا أي حاجة صعبة، كل مقاديرها في البيت عندك. يلا بينا نسمي الله ونشوف مع بعض الفراخ بتاعتنا هنتبلها النهاردة ازاي. كان عندي فرخة في التلاجة حوالي 2 كيلو، طبعا وزنها حلو كده زي ما انتوا شايفين. فانا قررت ان انا مش عايزة اشويها كده على بعضها ومش عايزة اقسمها على 4. فانا هقسمها زي ما انتوا شايفين كده بالنص. عايزاها بالنص كده بالطول. هفصلهم خالص عن بعض بالسكينة بقى او بالسكينة مشرشرة او بالمقص اي حاجة، المهم نفصلهم كده عن بعض. طبعا هتاخد معاكي وقت شوية علشان زي ما قلت هي مليانة شوية، وكمان كانت متجمدة معايا. فبحاول شويه بالسكينه وشويه بالمقص لغايه ما افصلها خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لو انت بقى عايزه تفتحيها من الظهر بس وتسيبيها كده متصله ببعضها ومفتوحه كده زي ما انت عايزه، انا حبيت ان انا افصلهم خالص عن بعض. ده بيسهل عليا في التتبيله وكمان ما بتاخدش معايا وقت خالص في الفرن. اهو بالشكل ده بكمل بالمقص. طبعا انا لسه ما غسلتهاش ولا عملت فيها اي حاجه خالص، قلت الاول نقطعها زي ما انتوا شايفين كده علشان برضو يسهل عليا ان انا اغسلها كويس وانضفها كويس من جوه. هشيل بقى الرقبه بتاعتها دي. انا مش برميها لكن بجمعها كده ونسلقها في مره تانية كده مع وراك بقى او اي حاجه. هاخدها بقى كده تحت الميه واغسلها كويس جدا جدا بالميه فقط لا غير، علشان دلوقتي لسه هعمل لها محلول نقع. هجيب بقى البوله بتاعتي ويكون فيها حبه ميه حلوين كده من الحنفيه. كتري الميه شويه علشان تغطسي فيها الفرخه كلها. هننزل فيها بمعلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، نص معلقه من الجنزبيل المطحون. وده قوي جدا جدا بيشيل اي زفاره بقى في السمك وفي الفراخ واي انواع الطيور كلها يعني. عندي كمان هنا ليمونه كبيره هعصرها كويس جدا وهرميها كده وهي والقشر بتاعها برضو في الميه. طبعا القشر بيكون فيه زيوت. انا قبل كده كنت بضيف زعتر، كنت بضيف روزماري، اي اعشاب زي كده. بس في الاخر وانا بشطف الفرخه بتاعتي وبغسلها بلاقيه كده ماسك في الجلده فما كانش بيطلع منها بصراحه. وانا الفيديو اللي فات كنت نقعاها بزعتر. فلما جيت غسلتها بعد كده طبعا هو كان لازق في الجلد بتاعها، فممكن حد يفتكر ان انا مش شاطفه الفراخ بتاعتي كويس. فلو انت حابه تضيفي اي اعشاب براحتك، هي كده حلوه جدا جدا وهتنزل كل الزفاره اللي فيها. هركنها بقى في التلاجة ساعة واحدة بس، لو انت مش عندك وقت بقى نص ساعة او 10 دقايق هيبقى كافية جدا. انا كان عندي وقت فانا هسيبها في التلاجة ساعة بالظبط. شايفين بقى لون المية اتغير ازاي بعد ما سبتها ساعة؟ بتنزل يا جماعة اي زلال كده فيها او اي حاجة مش مرغوب فيها، سواء ريحة او اي حاجة. خدتها بعد كده وشطفتها تحت المية كويس جدا بالمية بس مش عايزين اي حاجة تاني خلاص. وبننزل من عليها اي حاجة فاضلة. وبعد كده شايفين طبعا شكلها بقت منورة ازاي وطبعا ريحتها حلوة جدا. هبدأ بقى دلوقتي بالسكينة كده هعمل فتحات في الصدر، مش هعمل فتحات في الوراك. الوراك يعني ما بتاخدش وقت في السوا، بتستوي بسرعة جدا. انما المشكلة بتكون في الصدر. هنتبلها بتتبيله بسيطه جدا جدا وطعمها يا جماعه حلو قوي قوي. عندي بصله كبيره مبشوره ناعم فرمتها كده في الكبه. هنزل عليها بمعلقه كبيره من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود. وكمان هنزل عليها بنص معلقه كبيره من 7 بهارات، او البهارات المشكله او بهارات اللحمه، او حتى مكعب مرقه سواء بودر او المكعب. بتفركيه كده وبتحطيه على التتبيله. اهم حاجه بقى عندي في تتبيله الفراخ المشويه ربع معلقه كبيره من القرفه. يا جماعه لازم تحطوا القرفه في تتبيله الفراخ المشويه، بتخلي طعمها خيال زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. وعندي كمان نص معلقه كبيره من ورق اللوري والحبهان كده مطحونين مع بعض. بس لما جيت طحنتهم في الكبه ما طحنوش كويس بقى متكسرين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فحطيتهم برده مفيش مشكله. ضفت عليهم معلقه كبيره من الخل وعصير ليمونه كبيره. شايفين بقى قد ايه المقادير بتاعتنا سهله جدا وبسيطه جدا جدا، لا زبادي بقى ولا لبن ولا حتى صلصه ولا طماطم. هي البصله ومجموعه توابل كده موجوده عندك في البيت. بعد ما عصرت الليمونه بتاعتي كويس بنقلب التوابل دي كلها كويس جدا مع بعض علشان ندوب بقى التوابل مع الملح. عايزه اقول لكم ريحتها جميله قوي مع انها ما فيهاش اي حاجه مكلفه، لا حطينا بقى دبس رمان ولا صويا صوص ولا مستردة ولا اي حاجه مكلفه. وعايزه اقول لكم يا جماعه دي تتبيله المحلات بره مش بيحطونا طبعا لا زبادي ولا مستردة ولا اي حاجه مكلفه خالص. كل اللي بيحطوه بصله كده حلوه، او يعني على الفرخه بصله كده حلوه وفلفل اسود وشويه توابل كده بسيطه زي اللي انت حطيتيها دي وشكرا على كده. هبدا بقى اتبل بيها الفرخه بتاعتي كويس جدا، واهم حاجه من ناحيه العظم علشان ده طبعا اللي بياخد السوا اكتر. وبحط كمان في الفتحات اللي انا عملتها في الصدر بدخل كده التتبيله جوه الفتحات علشان تتطعم معايا وتستوي معايا بسرعه وتكون طعمها حلو.
وبرده ما تنسيش تحت الجلد كده بندخل تتبيله كده جوه علشان تتشرب كويس جدا. زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده. بصوا ما تسيبيش حته غير لما يوصلها تتبيله، اي حته في الفرخه اعملي لها مساج كده على السريع ودلكيها علشان تتشرب التتبيله بتاعتك كويس جدا. خلاص كده تمام. عندي بقى كده هغطيها بالاسترتش راب وادخلها التلاجة ساعة. زي ما قلتلك لو انت عندك وقت، مش عندك سيبيها يعني نص ساعة كده او ربع ساعة واشويها على طول. انا طبعا كان عندي لسه وقت، انا كنت بادئه فيها من بدري شوية علشان الحق كده قبل النور ما يقطع عليا. فانا هدخلها التلاجة حوالي ساعتين كده ولا حاجة، وبعد كده هطلعها علشان نشويها. شايفين بقى بعد ما عدت الساعتين طبعا نزلت ميتها، طبعا البصل مع الفراخ بتنزل ميتها في التتبيلة. انا زي ما انتوا شفتوا كده كنت حاطه الفراخ بتاعتي في نفس الصينيه اللي انا هشويها فيها، يعني توفير للمواعين مش اكتر. تمام كده. دلوقتي هبدا بقى طبعا الفرن عندي سخنه على حراره 240. الحراره بتاعتك لازم تكون عاليه علشان تدخل الفراخ بتاعتك الفرن تستوي بسرعه وتفضل جوسي كده وطريه من جوه وما تنشفش معاكي. زي ما انتوا شفتوا كده انا نضفت الفراخ بتاعتي من بواقي تفل البصل علشان ما تحرقش معايا في الفرن ويديني طعم وريحه مش حلوين. وكمان الميه اللي كانت موجوده معايا في الصينيه اللي نزلت معايا من التتبيله والفراخ صفيتها كده في الحوض، مش عايزاها خالص علشان تطلع معايا الفراخ كده مشويه مش مسلوقه، عايزاها تطلع مشويه كده وما فيهاش ميه كتير في الصينيه. قبل بقى ما ندخل الفراخ بتاعتنا الفرن كده على طول هنحضر تتبيله بسيطه جدا جدا هتدي لها طعم ولون تحفه يا جماعه. معلقه كبيره من الصلصه، عليها معلقه كبيره من الخل، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والملح، وعصير ليمونه كبيره، ومعلقه صغيره من الشطه. وما تقلقيش الشطه مش هتخليها كده حاميه ولا سبايسي ولا اي حاجه، لكن هتدي لها تيست حلو جدا جدا. وكمان معلقه كده من البهارات المشكله او زي ما قلنا بهارات السبعه او حتى مرقه الفراخ، ومعلقتين كبار من الزيت وبس كده. هنقلب بقى الميكس الجميل ده كويس جدا مع بعضه زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. لو انت مش حابه تحطي الشطه حطي مكانها بابريكا، مش حابه تحطي دي ولا دي او مش عندك مفيش مشكله خالص. لكن زي ما قلت لك معلقه الشطه الواحده دي الصغيره مش هتديلك حميان خالص، لكن هتديلك طعم حلو جدا. انما لو انت عادي مش فارقه معاكي ان يبقى حامي حطي بقى معلقتين او ثلاثه من الشطه. بعد ما قلبناهم كويس جدا مع بعض نبدا بقى ندهن الفراخ بتاعتنا كويس جدا. هدهنها من الوش بس مش هدهنها من ناحيه العظم علشان بقى تستوي وتاخد معايا اللون والطعم الحلو. كل المقادير وكل حاجه استخدمناها النهارده في التتبيله هكتبها لكم في صندوق الوصف، وكمان على الفيس هكتبها لكم مثبته في اول كومنت. زي ما قلت لكم الفرن عندي سخن على حراره 240 او اعلى حراره عندك في الفرن، وسخنيها ربع ساعه كده او 10 دقايق قبل ما تدخلي فيها الفراخ. وهدخل الفراخ بتاعتي زي ما هي كده، مش هنغطيها بقى بفويل ولا بصينيه ولا غطا حله ولا هنحط لها ميه ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم يا جماعه ما تقلقيش خالص، مش هتنشف معاكي الفراخ في الفرن عشان حراره الفرن عندك هتكون عاليه. بجد والله يا جماعه من غير ما اولع لها الشوايه اخدت اللون الجميل ده، وكمان يا دوب بالظبط كانت ساعه وكانت مستويه معايا وكانت زي الزبده. شايفين بقى بعد بقى ما طلعتها من الفرن عايزه اقول لك دايبه زي الزبده، طعمها وريحتها خطيره جدا. هجيب بقى كده حبه من الدهون اللي نزلت معايا كده في الصينيه وهلمع بيها الفرخه بتاعتي علشان تدي لها كده لون حلو. انا واحده ما ينفعش اعمل فراخ مشويه او اي وصفه فيها فراخ وما احضرش كده جنبي فحميه كده واولعها واطفيها واغطي على الفراخ بتاعتي. زي ما انتوا شفتوا كده فحمه كده حلوه، وطبعا وانا لسه بطفي الفحمه طفى عليا النور واتقطع لمده ساعه. ركنتها طبعا وهي متغطيه مع الفحمه، سبتها كده تاخد تدي مع بعضها كده لغايه ما رجع تاني النور بعدها بساعه. طبعا كنت محضره جنب الفراخ بتاعتي النهارده رز بالشعريه مفلفل وريحته كانت جايبه اخر الدنيا. طبعا تقدري تعملي اي حاجه زي ما انت عايزه براحتك جنب الفراخ، رز اصفر او مكرونه او اي حاجه. انا عملت رز بالشعريه علشان كنت محضره كمان جنبها صينيه بطاطس. وادي الفراخ بتاعتنا قدمناها كده بشكل حلو وبسيط وعليها كده حبه بقدونس متقطعين، وبجد يا جماعه كانت طعمها تحفه جدا. التتبيله روعه روعه، وزي ما قلت لكم مش مكلفه خالص وحاجه بسيطه كده في البيت. عملت معاكم في القناه اكتر من مره فراخ مشويه وكل مره بعملها بتتبيله مختلفه. لو حابه تشوفي اكتر من تتبيله خشي كده على القناه بتاعتي ودوري هتلاقي اكتر من تتبيله وكلهم اسهل من بعض واطعم واحلى من بعض. اتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، مستنيين بقى فيديوهات جديده وكتيره جدا جدا، واشوفكم على خير. مع السلامه.